السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. انا مي شاهين، هعمل معاكي النهارده الجبنة الموتزاريلا في البيت. في الفيديو ده هوريكي تجربتي كلها، هعمل معاكي كل الخطوات ازاي تطلع معاكي كويسة، وهقولك كمان الحاجات اللي قابلتني عشان لو بتفكري تعملي الجبنة الموتزاريلا في البيت تبقي انت عارفة هتطلع معاكي ازاي. زي ما انت شايفة كده طلعت معايا القوام مظبوط جدا، زي اللي احنا بنشتريها بالظبط من بره. امشي معايا الخطوات واحدة واحدة علشان لو قابلتك مشاكل وانت بتعمليها في البيت تبقي عارفة هتحليها ازاي. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجة كده في حلة على النار هحط لتر ونص لبن. استخدمت كمية بسيطة من اللبن علشان دي كانت اول مرة اعملها في البيت، وقلت اشوف النتيجة. النار متوسطة، هتبدأي بقى تقلبي اللبن كويس. دايما الوصفة دي عايزة التقليب المستمر، هتقلبي كده اللبن على طول. احنا مش محتاجين ابدا ان اللبن يكون بيغلي، احنا بس عايزينه سخن او دافي اكتر شوية، يعني يستحمل حرارة انت تستحمليه بايدك. يعني لو اخدتي معلقة لبن كده وتحطي صبعك فيه تستحمليها، يكون سخن بس مش بيغلي. هتقلبي بقى اللبن كويس. اول بقى ما تلاقي كده فيه وش بدأ ان هو يبان زي ما انت شايفة كده، يعمل رغاوي بيضة بسيطة على الوش، هتطفي بقى النار. يبقى هو كده درجة الحرارة المظبوطة. وبعدين هتبدأي تضيفي الخل. الكمية دي المفروض تاخد 5 معالق خل كبار. هتضيفي الخل وبعدين تقلبي شوية. لازم تضيفي الخل على مراحل وتقلبي كويس، وبعدين هتضيفي الباقي وتقلبي. اللبن اللي احنا هنستخدمه في الوصفة دي المفروض ان هو يكون لبن من عند اللبان، يعني بلاش اللبن المعلب، لان اللبن من عند اللبان بيكون دسم اكتر. في المرحلة دي هتبدأي تلاقي ان اللبن تقل معاكي شوية، وبدأ قطع الجبنة حاجة بسيطة كده تبان على الاسباتولا او المعلقة اللي انتي بتقلبي بيها. هتكملي في التقليب. المفروض في المرحلة دي ان اللبن بتاعك يفصل، يعني تلاقي كده المية لوحدها والجبنة لوحدها. انا عندي هنا بدأ ان هي تتكون الجبنة بس ما فصلتش، فكان الحل اللي انا عملته هنا ان انا ضفت كمية اكتر من الخل. زي ما انت شايفة كده بدأت ان هي تتقل وتتكون معايا الجبنة حاجة بسيطة. بحاول اطلعها لي كده على الاسباتولا وتشوفيها، بس ما فصلش خالص. فزودت كمية الخل. اللتر ونص لبن اخد معايا فنجان قهوة خل ابيض عادي من اللي احنا بنستخدمه في البيت. اهو زي ما انا بقولك كده اتكتل معايا الجبنة بس مش كتير. حتى قلت اسيبها ترتاح 5 دقايق كده وبعدين ارجع لها تاني. زي ما انت شايفة اتجمعت مع بعض، بس مش بالطريقة ان المفروض ان هي تتجمع بيها، يعني المفروض تلاقي المية دي لونها اصفر مش ابيض. بعد كده ضفت عليها عصير ليمونة. بتعصري ليمونة وبتصفيها كويس جدا من البذر ومن الحاجات اللي جوه الليمونة دي علشان انا عايزة العصير بس. وهرجع تاني اشغل النار على نار متوسطة واقلب تاني. في المرحلة دي بقى تبدأ فعلا تفصل. زي ما انت شايفة كده بدأت المية تفصل فعلا. انا مصورالك كل الخطوات علشان لما تحبي تعمليها تبقي انت عارفة بالظبط هتعمليها ازاي. هتجمعي بقى الجبنة كلها في جنب واحد كده وتضغطي، تجمعي وتضغطي. اهي زي ما انتي شايفة كده الجبنة فصلت، وكمان المية بقت لونها اصفر خالص. هي دي المرحلة اللي انا محتاجاها، او هو ده الصح في الجبنة الموتزاريلا. يبقى لتر ونص لبن اخد مني فنجان صغير قهوة خل وكمان عصير ليمونة. دلوقتي بقى هاخد الجبنة بتاعتي اللي اتكونت، طلعت لي الكمية دي، هحطها على طول على مصفى. انا كان اول مرة اعملها في البيت، وقلت اشاركك تجربتي علشان لو بتفكري تعمليها تبقي عارفة المشاكل اللي ممكن تقابلك. شفت وصفات كتير وتقريبا كلهم واحد، بيستخدموا الخل او الليمون او طبعا المنفعة لو موجودة.
بس طبعا الملفحة مبتبقاش متاحة طول الوقت، فالأسهل اللي هو الخل أو الليمون. هبدأ بقى كده أعصرها كويس، شايفين المطة بدأت تتكون، هعصرها كويس قوي، هنزل منها كل المية. انتي ممكن تحطي عليها تقل كده أي حاجة تقيلة وتسيبيها ساعتين، هتلاقيها برضو صفت المية بتاعتها. هتعصريها كويس وهتصفيها كده. طبعا لتر ونص بالنسبة للكمية اللي طالعة دي، كمية مش كبيرة خالص، فهي الموضوع مش توفير على قد ما انا كان نفسي اعمل حاجة تبقى متوفرة عندي في البيت، وحاجة تكون طعمها حلو ومضمونة طبعا. جربت انواع كتير من الموتزاريلا، ما بتطلعش بنفس المطة اللي احنا بنحبها، يعني بتطلع مطتها بسيطة، فقلت اجرب معاكم. فطبعا انتي لو عاملاها كتوفير، لا هي مش توفير خالص. هتبدأي بقى ان انتي كده تتأكدي ان هي خلاص اتخلصت من كل المية اللي فيها. طبعا المية بتاعت اللبن اللي طالعة دي مش هتترمي ابدا، دي حلوة جدا في المعجنات، ممكن تعملي بيها بيتزا هتبقى تحفة. هرجع تاني بقى للنار، هتبقى نار متوسطة برضو، وهضيف هنا معلقة ملح عشان تدي تيست حلو للجبنة. انا عايزة هنا المية دي تسخن بس مش تغلي، يعني عايزاها تسخن كويس جدا. وهنزل على طول بكرة الجبنة اللي انا عملتها. يبقى اول ما المية دي تسخن هنزل بالجبنة، وهسيبها حوالي 8 ثواني كده او 10 ثواني، يعني هتعدي لغاية 8 وتقلبي كده فيها بالراحة، وتضغطي عليها ضغطة بسيطة وتطلعيها تاني، تفتحيها كده وبعدين تضغطي عليها تنزلي المية الزيادة وتقوريها تاني، وبعدين نحطها تاني في المية. زودي كده العملية دي، هتعمليها او هتكرريها حوالي المفروض 5 مرات، بس لا في الحقيقي اخدت مني 10 مرات، فطبعا الوصفة دي بتاخد وقت. كده زي ما انتي شايفة، وهرجع لها تاني. هتكرري بقى، كل ما كررتي العملية دي كل ما المطة بتاعت الجبنة توضح وتبقى مطتها احسن. انا مي شاهين، لو لسه اول مرة تشوفيني يا ريت سبسكرايب القناة ولايك الفيديو، ويا ريت تقولي في الكومنتس ايه الوصفة اللي تحبي تشوفيها معايا في الفيديو اللي جاي. هجيب بقى هنا مية ساقعة واحط فيها قطع تلج صغيرة، وهنزل بالجبنة وهسيبها حوالي 5 دقايق، وبعدين هجيب كيس تلاجة هفتحه كده وهحط فيه الجبنة بتاعتي، ضغطها ضغطة بسيطة، وبعدين هسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. وهو ده بعد ساعتين النتيجة النهائية، زي ما انتم شايفين ملساء، بس مش قوي، يعني مش زي اللي احنا بنشتريها من بره. آه القوام مقبول وبتتبشر بمنتهى السهولة، حلوة جدا في البشر، اهي طالعة زي اللي احنا بنشتريها من بره، وطعمها الصراحة كان حلو جدا. لكن الكمية دي هي دي بس اللي طلعت، فطبعا الكمية دي بمقارنة اللتر ونص لبن طبعا قليلة. ودي كانت تجربتي، واشوفك على خير.